تخيل إنك قاعد في أوضة ضلمة، الدنيا حواليك هادية تماما، فجأة تلاقي قدامك كتاب قديم وغلافه مصنوع من جلد غريب كأنه مش جلد طبيعي. الكتاب ما كانش كتاب عادي، اسمه كان مكتوب بخط مش مفهوم. أول ما تلمسه تحس برعشة في إيدك وكأن الكتاب بينبض بالحياة. ولو قررت تفتح الكتاب ده لازم تعرف إنك مش بس هتقرأ مجرد كلمات، ده عالم تاني هيشدك جواه. كتاب بيحكي عن كائنات عمرنا ما سمعنا عنها، أسرار ما ينفعش أي بشر يعرفها، ولعنة بتطارد كل اللي بيحاول يقرب منه. والكتاب ده اسمه العزيف. قصتنا بتبدأ مع عبد الله الحضاري، الشاعر المجنون. كان شخصية غامضة ومثيرة للجدل في نفس الوقت. بدأ حياته كإنسان عادي لكنه دايما كان مختلف. كان عنده شغف غير طبيعي في إنه يفهم كل حاجة حواليه. يقال إنه كان بيقضي الليل في تأمل النجوم ويسأل نفسه أسئلة عن الكون والوجود. عبد الله ما كانش مجرد شاعر، كان مغامر. من صغره سمع عن أساطير بتتكلم عن أماكن غريبة مليانة أسرار مخيفة، والربع الخالي كان واحد من الأماكن دي. مكان محدش بيجرؤ يدخل فيه لأنه مليان قصص عن كيانات مرعبة بتعيش فيه. وفي يوم من الأيام عبد الله خد القرار اللي غير حياته للأبد. عبد الله قرر إنه يسافر للربع الخالي. ما كانش معاه غير أدوات بسيطة ومخطوطات قديمة بتتكلم عن طلاسم وسحر. الرحلة دي ما كانتش مجرد رحلة عادية، دي كانت رحلة للبحث عن إجابات للأسئلة اللي بيدور عليها من زمان. فضل عبد الله في الصحراء سنين طويلة. الناس كانوا بيحكوا إنه عاش لوحده، معزول تماما عن الناس وسط الكثبان الرملية اللي ما فيهاش أي وسائل الحياة. الغريب إنه لما رجع عيونه كانت مليانة رعب وكأنه شاف حاجة ما كانش المفروض إنه يشوفها. لما سألوه عن اللي حصل قال جملة واحدة بس: قابلتهم وعلموني. محدش فاهم هو كان بيتكلم عن مين أو إيه بالظبط، لكنه كان ماسك في إيده كتاب غريب جدا، وقال إنه سماه العزيف. العزيف مش كتاب عادي، بمجرد ما تمسكه هتحس بطاقة غريبة بتخرج منه. الغلاف بتاعه مصنوع من جلد غامق كأنه جلد لحاجة مش بشرية. الصفحات لونها غامق مليانة رموز وكلمات مكتوبة بلغات محدش يعرف يقراها. عبد الله قال إن الكتاب ده مكتوب بلغة الكيانات اللي بتعيش ورا الحجاب بين عالمنا وعالمهم. كان بيقول إن الكلمات دي مش بتقرأ لكنها بتتفهم وكأنها شخص بيكلمك. أكتر جزء مخيف في الكتاب هو الفصول اللي بتتكلم عن الآلهة القديمة. دي كائنات بتعيش في أبعاد مختلفة، قوة كل واحد منهم ممكن تدمر عالمنا ده بالكامل. الكتاب فيه تعاويذ لاستدعائهم، لكنه بيحذر من إن استدعاء كيان واحد بس منهم ممكن يكون نهاية كل حاجة نعرفها. في فصل معين عبد الله بيحكي عن لقائه مع واحد من الكيانات دي، وصفه إنه كان عملاق، جسمه عبارة عن خليط من الظل والنار، وعنده عيون كتير بتتحرك في كل مكان. الكيان ده علمه حاجات عن الكون وعن بداية كل حاجة وعن نهاية البشر. الربع الخالي مش مجرد صحراء، ده مكان بيمثل بوابة لعالم مليان أسرار وأهوال. الصحراء دي أكبر بحر من الرمال في العالم، بتخفي وراها حاجات كتير، والناس بتقول إنها ملجأ الأرواح والكيانات اللي بتعيش في الظلام. عبد الله كان أول واحد يوصف المكان ده، لكنه كان دايما بيقول إن اللي شافه أكبر بكتير من اللي يقدر يحكيه. في كتاب العزيف وصف عبد الله مكان في قلب الصحراء بيشبه مدينة ضخمة مدفونة تحت الرمال. قال إنها مدينة إرم ذات العماد. المدينة دي مش بس مباني قديمة، لكنها مليانة نقوش ورموز مفيش أي بشري يقدر يفهمها بسهولة. عبد الله كتب عن تجربة مرعبة في الربع الخالي، بيقول إنه سمع أصوات جاية من الرمال كأنها أرواح محبوسة بتصرخ، وفي ليلة من الليالي شاف ضوء غريب بين الرمال. قرر يقرب منه ولقى نفسه واقف قدام فجوة ضخمة كأنها نفق بيوصل لمكان مش من العالم ده. لما دخل شاف كائنات عملاقة مش ممكن لعقل بشري يستوعب شكلها. الغريب إن الكتاب قال إن اللي بيدخل الأماكن دي مش بيرجع زي ما كان. في ناس كتير حاولوا يكرروا رحلة عبد الله وكلهم انتهت حياتهم في ظروف غريبة. لما رجع عبد الله من رحلته حياته كلها اتغيرت. ما كانش بينام كويس وكان بيصرخ في نص الليل كأنه شايف كوابيس بتلحقه. الناس في بلده كانوا بيخافوا يقربوا منه بسبب تصرفاته الغريبة، لكنه دايما كان ماسك كتاب العزيف وكأنه بيحميه. النهاية بتاعته كانت غامضة ومأساوية. في يوم عبد الله خرج للسوق وفجأة بدأ يصرخ بكلمات مش مفهومة. جسمه بدأ يتحرك كأنه بيتشد بقوه مش مرئية. بيحكوا إنهم سمعوا أصوات غريبة كأنها همهمات أو تعاويذ. بعدها جسم عبد الله اتقطع قدام عينهم واتبخر في الهواء. بعد الحادثة دي الكتاب اختفى تماما، محدش عرف هو فين.
لكن الغريب إن القصص بتقول إن الكتاب دايما بيرجع يظهر في أماكن مختلفة. مصير عبد الله كان رسالة واضحة، العزيف مش مجرد كتاب، ده لعنة بتطارد أي حد يحاول يقرب منها. وبرغم اختفائه إلا إن ذكرى الحضارة والكتاب فضلت عايشة. القصة بدأت لما الكتاب ترجم للاتينية في العصور الوسطى واتسمى نيكرونوميكون. الترجمة نفسها كانت لعنة، العالم اللي عملها مات بعد فترة قصيرة بظروف غريبة جدا. بيقولوا إنه شاف حاجات بتطارده لحد ما فقد عقله وانتحر. كل اللي حاولوا يدرسوا الكتاب انتهت حياتهم بمصير مأساوي. في قصة عن واحد عالم آثار في القرن العشرين اسمه ويليام كارتر، قدر يحصل على نسخة من الكتاب. بدأ يدرسه في السر، لكن حياته بدأت تتدمر من بعدها. بدأ يسمع أصوات، يشوف أشباح، ويحس إن في حاجة أو حد بتراقبه. في النهاية أصحابه لقوا ميت في مكتبه، والجدران حوالينه مليانة رموز غريبة مرسومة بدمه. لكن السؤال اللي كلنا بنسأله، هل الكتاب ده حقيقي؟ في كتير بيقولوا إنه مجرد أسطورة، لكن في نفس الوقت في أدلة بتشير إنه كان موجود. في مكتبات سرية حوالين العالم فيها إشاعات عن نسخ من نيكرونوميكون. الناس اللي شافوا الكتاب بيحكوا نفس القصة، إحساس بالخوف، برودة غريبة، وصوت بيهمس كأنه جاي من قلب الكتاب. الغريب إن حتى بعد كل القصص المرعبة دي في ناس لسه بتدور على الكتاب بشغف، وكأنهم بيدوروا عن إجابات. لكن اللي بيحصل دايما إنهم بيفقدوا عقولهم أو حياتهم بمجرد ما يقربوا منه. في النهاية الكتاب بيفضل لغز، هل هو حقيقي ولا مجرد خيال؟ الإجابة مش مهمة قد ما فكرة إن في أسرار في العالم ما ينفعش نحاول نكتشفها. أحيانا الفضول بيكون أغلى من إنك تدفع ثمنه. وفي النهاية كتاب العزيف بيخليك تسأل نفسك سؤال واحد، هل في أسرار فعلا ما ينفعش نعرفها؟ هل هو حقيقة ولا مجرد قصة ابتكرها البشر عشان يخفوا علينا سر كبير؟ بس الأكيد لو لقيت الكتاب ده قدامك لازم تختار، هل هتفتح وتخاطر بكل حاجة ولا هتسيب فضولك وتبعد؟ ساعات الفضول مش بيكون لصالحك، ده بيكون طريقك للنهاية. وقبل ما نقفل الفيديو، لو عجبتك الرحلة دي وحسيت إنك مستمتع معانا، متنساش تدوس زر اللايك وتعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وفعل الجرس عشان تكون أول واحد يشوف الحلقات الجاية. ولو عندك أسئلة أو نظريات عن كتاب العزيف، ياريت تشاركها معانا في الكومنتات.